طبعا انا سعادتي النهارده لا توصف بسعاده الجماهير العريقه ديت، جمهور النادي المصري. اتمنى ان شاء الله بدايه قويه للنادي المصري، اتمنى عوده حقيقيه للنادي المصري. كل الدعم من مجلس الاداره للاعبين والجهاز الفني الموجود. بذلنا مجهود خارق في الفتره الصغيره القليله اللي احنا عشناها، لكن ان شاء الله نوعد جمهور بورسعيد ان كل يوم في جديد، وان شاء الله باذن الله بيهم هم المصري ان شاء الله هيبقى جديد وحديد باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا هيعيننا ونأدي المهمه على اكمل وجه ان شاء الله باذن الله تعالى. لا جمهور عظيم يعني، يا ريت تصور الجمهور ده، جمهور حاجه يعني ما شاء الله. يعني احنا بنعيد ترتيب البيت المصري، وان شاء الله الايام الجايه هتلاقوا حاجات كويسه ان شاء الله باذن الله. جماهير النادي المصري احسن جمهور في مصر، جماهير النادي المصري اصاله والعراقه وكل حاجه حلوه. النادي المصري مش غريب ومش ضيف، ما ينفعش استضيفه. النادي المصري صاحب المكان، النادي المصري زي ما بيقولوا سيد البلد، كلنا انتمائنا للنادي المصري ومشجعين للنادي المصري. برحب بالاستاذ سمير حلبيه ومجلس ادارته، ان شاء الله يكونوا عند حسن ظننا. ان شاء الله النادي المصري يلاقي في المنافسه في وجود الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. طبعا شرف لاي لعيب ان هو يتمرن تحت قياده العميد كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن طارق وكابتن حسن، الجهاز كله على اعلى مستوى. وزي ما حضرتك شايف استقبال الجمهور للكابتن حسام، يعني الناس بتعشقه هنا زي اللعيبه بالظبط. وان شاء الله باذن الله تكون بدايه كويسه لينا ونعمل موسم كويس ان شاء الله باذن الله وننافس باذن الله. كابتن حسام مدرب يعني غني عن التعريف، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني نبقى موقفنا السنه دي احسن من السنه اللي فاتت بكتير. وان شاء الله انا شايف يعني الفرقه والناس الجديده اللي جايه باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه لجمهور بورسعيد ونفرحه ان شاء الله. جاي من اتحاد السنبلاوين ممتاز به، الحمد لله انا ربنا وفقني وقدرت اخلص هنا في نادي المصري 5 سنين، وباذن الله نكون عند حسن ظن الجمهور العظيم اللي كان واقف ورانا النهارده من اول التمرين لاخره. لا طموحي اول سنه يكفي بس ان انا اسعد الجمهور اللي كان موجود النهارده ده يعني بصراحه منظر اول مره اشوفه في حياتي، والناس ديت تستاهل ان الواحد يموت في الملعب عشان يرضيها، وباذن الله نكون عند حسن ظنهم مش بالكلام بس، باذن الله يكون بالفعل في الملعب ونكون عند حسن ظن الجمهور العظيم ده. بشكر طبعا جمهور النادي المصري الكبير اللي جه النهارده باعداد كبيره جدا، وان شاء الله نقدر نعمل موسم كويس نكون عند حسن ظنهم بينا. ان كابتن حسام من اول تمرين النهارده وعنده هدف نحققه ان شاء الله، اللي احنا باذن الله هننافس على مركز من المراكز الاربعه الاولى، وان شاء الله تكون سنه خير علينا وعلى الجمهور المصري ان شاء الله. انا فرحان جدا باللي انا شفته النهارده، يعني حاجه تفرح بصراحه. يعني جمهور بورسعيد كله يعني حاجه بجد تشرف، وان شاء الله نقدر نسعد الناس ديت ونقدر نعمل لهم حاجه كويسه السنه دي. احنا جايين نعمل حاجه لبورسعيد ونعمل حاجه لجمهور النادي المصري، وقبل كل ده نعمل حاجه لاسمائنا كلنا، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. وطبعا احنا معانا جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن عماد والناس كلها وكابتن وليد بدر وكابتن حسن مصطفى ورئيس النادي طبعا الاستاذ سمير حلبيه ومجلس الاداره كله. فان شاء الله نحاول ان احنا باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه للنادي المصري والبورسعيد باذن الله. ان شاء الله يا كابتن طموحي ان احنا نسعد الجماهير دي اول حاجه، وربنا يكرمنا الموسم ده ونحقق انجاز كويس لمركز اول تاني ان شاء الله، عشان نبقى في افريقيا باذن ربنا، عشان الجماهير دي لازم تفرح وتبقى سنه سعيده عليهم ان شاء الله يا كابتن. مع كابتن حسام السنه دي هنسعد بورسعيد كلها ان شاء الله. طبعا الجمهور متعشم فينا خير، احنا ان شاء الله نبقى قد المسؤوليه، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه للجمهور العظيم اللي انت شفته ده، وان شاء الله اللي جاي لنا ان شاء الله نقدر نعمل لهم حاجه باذن الله. كابتن حسام طبعا، كابتن ابراهيم، كابتن حسن مصطفى، والاداره الحاج سمير طبعا باذن الله هيبقى في مسانده، يعني ان شاء الله نقدر نعمل حاجه ان شاء الله للجمهور اللي هو المحترم ده كله. كنت بلعب ناشئين انبي، لعبت انبي 5 سنين ودرجه اولى سنه. بعد كده رحت المنصوره نادي نبروه، والحمد لله يعني جيت هنا مضيت لسه ماضي ان شاء الله الحمد لله الاسبوع اللي فات هنا في النادي المصري، ويا رب يكون فتحت خير عليا وعلى النادي المصري ان شاء الله. انا بلعب تحت الفراوده. طموحي مع المصري ان احنا نعمل حاجه للجماهير دي كلها، ان هم في اول تمرينه وبالشكل ده، فهم طالبين حاجه مننا واحنا ان شاء الله نعملها لهم. وان شاء الله يعني انا مضيت بس لسه مع كابتن حسام وهنشوف اللي هيحصل يعني ان شاء الله. انا كنت اسمع دايما عن جمهور النادي المصري والاستقبال الجميل اللي بيستقبلوه للعيبه اول يوم، بس عمري ما كنت اتخيل ان هو يبقى بالطريقه دي وبالحلاوه دي وبالحب ده. ان شاء الله نعمل لهم حاجه كويسه ونكون عند حسن ظنهم، وعندنا اداره محترمه وجهاز فني محترم، لعيبه جديده كلها محترمه. ان شاء الله نعمل حاجه السنه دي للنادي المصري